رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جميعا جئنا من بقعة من اطهر بقاع مصر، ميدان التحرير، ايقونة الثورة، رمز الحرية، اصبح اسما على مسمى ميدان التحرير، وهو بالفعل ميدان التحرير. كنا نساهم ونشارك في صياغة وصناعة وطن جديد، خالي من الفساد، خالي من الرشوة، خالي من المحسوبية، خالي من الطبقية. نأمل أن تكون مصر الجديدة، مش الضحية طبعا، مصر كلها تكون جديدة، مصر خالية من هذا النظام الذي أذلها وأفسدها وأفسد كل شيء جميل فيها. برضو أنا مش عايز أتكلم عن الثورة، لأنه الثورة زي ما بيقولوا بتتحدث عن نفسها. ثورة الشعب المصري من أروع وأجمل الثورات التي حدثت في التاريخ، مش في العالم العربي بس، لكن في العالم كله. وأثبت المصريين بقدر صبرهم واحتمالهم أنهم عندما يثورون فإنهم كالإعصار، لا يبقى ولا يذر. لا يستطيع أحد أن يقف أمام ثورة المصريين. الأمن لا يستطيع أن يقف أمام ثورة المصريين، وما استطاع بالفعل. هزم المصريين كل من حاول أن يقف أمام ثورته. وتعليقي الأخير على خطاب السيد الرئيس، وأنا الحقيقة برضه يعني بقول السيد الرئيس تأدبا، لأنه هو هذا الرجل فقد شرعيته منذ بداية هذه الثورة، إن لم يكن قد فقدها منذ الاستفتاءات والانتخابات المزورة. إن هذا الخطاب يعني هو ظهر علينا، عايز أقول مثل إنه يعني تمخض الجبل فولد فأر. بعد كل هذا تأتي لتحول سلطاتك أو تنقل سلطاتك إلى سيد عمر سليمان. ما الجديد؟ ما الجديد؟ أنت ما زلت رأس السلطة، وأنت تمثل الفساد الموجود اللي الشباب نزلوا عشان يقولوا إحنا مش عايزينك. يعني كفاية، هتستعطف الشعب المصري. الشعب المصري قفل قلبه من ناحيتك، ما عادش في حد هيرحمك. كفاية زلزال في نفسك، وكفاية أنت رجل كبير. يعني حاول أن تتحمل نتيجة أخطائك وأفعالك في كل هذه السنوات. حاول أن تتحمل نتيجة دمارك أو محاولة دمارك لمصر بكل ما فيها من أشياء جميلة. شكرا جزيلا. شكرا يا هشام. أخيرا أحمد عبد الرؤوف. طبعا